السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. نتكلم النهارده في حلقة جديدة، نسال الحلقة بآية من كتاب الله عز وجل. معانا الآية النهارده رقم 30 في سورة النساء. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله قدير وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. ندخل في حلقة النهاردة على طول. ايه الفرق يا دكتور بين البنج الموضعي والبنج العادي اللي بناخده بالحقن؟ البنج الموضعي عشان في ناس بتلخبط بينه ساعات، بيبقى بنج رش كده او بنج بيكون معمول زي جل كده، بيحطه في القطن الدكتور وبيحط لك مكان الابره عشان ما تحسش بيها. ده البنج الموضعي اللي هو انا ببنج مكان عشان ما تحسش بدخلة الابره اللي هي بتكون مؤلمه شويه. انما البنج التاني اللي بنحطه بالحقن، الميتال سيرنج، دي هي اللي بتبنج الحته كلها بقى، الايه، الجزء اللي احنا هنخلع منه او هنحشي فيه او كده. فده الفرق بين ده وده عشان ايه ما تتلخبطش بينهم. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.